عاجل وحصريا وزير التعليم العالي بيعلن التنسيق بتاع المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية. تابع الفيديو ده علشان تعرف الحد الأدنى وتعرف هل هتنسق في المرحلة الأولى ولا التانية، وما تنساش طبعا تشترك في القناة هنا وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان أي فيديوهات تنزل خلال الفترة الجاية خاصة بالتنسيق أو خاصة بالكليات والتقديم توصلك أول بأول. ويلا بينا نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. من خلال متابعتي الفورية لصفحة وزارة التربية والتعليم المصرية وصفحة وزارة التعليم العالي، نزلوا حالا دلوقتي منشور جديد خاص بالحد الأدنى للمرحلة الأولى. وكان طبعا للشعبة العلمية الحد الأدنى علشان تنسق في المرحلة الأولى 362 درجة، يعني بنسبة 88.29%. يعني أي طالب جايب المجموع ده هينسق في المرحلة الأولى. تمام. طيب لو جايب 88 و28% طبعا هتنسق في المرحله الثانيه. طيب شعبه الهندسه اللي هي شعبه الرياضه، الحد الادنى بتاعها من 342 درجه، يعني بنسبه 83.41%. لو جايب 83 و40% فهتنسق في المرحله الثانيه. تالت شعبة معانا هي الشعبة الأدبية، الحد الأدنى بتاع المرحلة الأولى بتاعتها من 289 يعني ونص درجة، من 289 ونص، يعني بنسبة 70% و61%. بمعنى أصح لو أنت جايب 70% و60 فأنت كده مش هينفع تنسق في المرحلة الأولى وهتستنى المرحلة الثانية. ده كده كان الحد الأدنى للقبول في الجامعات في المرحلة الأولى. انتظرونا في فيديو تاني نحدد إن شاء الله تعالى الكليات اللي هتكون متاحة ليك في المرحلة الثانية. وبس كده، ده كان فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.